انا وهايدي النهارده ماشيين بالصدفه في زوق وقالت لي الحق يا خلود ده فطار وعليه فطار تاني هديه. لا وكمان الفطار عندهم بيبتدي من 85 جنيه. وقبل ما احكي لكم على اي حاجه عن الفطار طلعنا المكان واكتشفت ان هو متجزأ لثلاث اماكن. اندور فيو وده الدور الاول اكنك قاعد جوه البحر حرفيا، وده الاندور واللي احلى من كل ده بقى الروف بتاعه. نخش بقى في المهم، اي حد هيروح يطلب الفطار ده هياخد التاني مجانا. يعني ايه يا عم خالد الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده. طب انا لو فرد واحد ممكن بدل ما تطلب الفطار التاني تطلب سوفت درينك زي شاي او ليمون. والفطار عندهم ثلاث انواع، شرقي وفلاحي وصحي. وكمان تقدر في العرض اللي انا قلته لك ده ان انت تشكل الفطار براحتك. وعلشان انا بحب كل جمهوريه خالد فين قررت ان اكتر حد هيعمل منشن لاصحابه هكسبه هو شخص كمان هيروح يفطر على الفيو اللي زي القمر ده من غير ما يدفع جنيه واحد. لا ومش بس كده، اي حد عايز يعمل عيد ميلاده في المكان ده مش هيدفع مينيمم ولا سيرفيس مقابل بس المشروب انت هتشربه حتى لو 2 شاي. والمكان ده اسمه قرنفل موجود في زوق عند اشاره سيدي جابر، وفي كل حاجه احنا بندور عليها، واي فاي مجانا، كيدز اريا مجانا وفيها شاشه، فطار والتاني هديه. اما بالنسبه للاطباق الرئيسيه فعاملين 15% ديسكاونت لحد اخر الشهر. ومش بس كده، المكان ده كل شهر بيعمل عروض اجمد من اللي قبلها. وطبعا مش محتاج اقول لك تعمل فولو للبيج عشان تتابع كل جديد. وبالنسبه لقرنفل فهو اكتر كافيه في زوق كلها يعتبر قريب من البحر. فباختصار كده يا عزيزي هتتدلع يعني هتتدلع.